صباح الفل او مساء الفل على حسب بتتفرج عليا امتى. انا احمد مصطفى ودي قناه كوره بجرعه زياده، وتعالى احلل لك ماتش بالميراس وبورتو وفرص الاهلي في الصعود من المجموعه دي، من مجموعه احنا تقريبا اللي اقرب للصعود فيها. بص يا سيدي، انا النهارده سهرت لك عشان اتفرج على ماتش بجد. هو ماتش كان هربان من الشامبيونز ليج. ليه؟ لان النهارده بتفرج على بالميراس. بالميراس مختلف. بالميراس لما لعبناه في 2021 فهو معدل اعماره كان 32 سنة على ما اتذكر، ايام ما كان موجود فيها فليبي ميلو ولويس ادريانو، كان سكواد يعني كبير بطريقة بالترازينة. وحتى ساعتها اللي ضيع اصلا ضربات الجزاء كان ادريانو وفليبي ميلو، الاتنين اللي ضيعوا ضربات الجزاء لما الشناوي الله يبارك له هو اللي جاب لنا البطوله دي. فانت جاي دلوقتي بتلاعب فرقه مختلفه تماما، بتلاعب فرقه معدل اعمارها 26 سنه. فبالميراس كسرعات احنا للاسف وقعنا بدنيا قوي قصاد انتر ميامي في الشوط التاني. فاحنا بجد محتاجين نشتغل بدني، اللعيبه دي تشتغل بدني وتشتغل على السرعات. واهم حاجه، انا سمعت لقاء المدير الفني بتاع الاهلي ريبيرو، اتكلم في اهم حاجه عنده ان الاخطاء ما تتكررش. بمعنى ان انا مش عايز اشوف لقطه زي لقطه حسين تتكرر تاني، او بمعنى اصح مش عايز اشوف حسين في الملعب اساسا، يعني عشان نجيب من الاخر، نجيب من ابو اخر. تمام. اهم حاجه بالنسبه لي، انت مش هتقدر تروح بكميه الفرص اللي انت رحت عليها مع قصاد انتر ميامي عند الماتش بتاع بالميراس. فانت لازم الفرصه اللي هتوصل لها تخلصها في الجون. لازم نقعد مع اسامه ابو علي كده نفسيا، نأهل اسامه ابو علي. انت راجل قادر ان انت تكسب فرقتك، وان انت الماتش ده لو كسبناه احنا بنسبة 80% فاحنا متأهلين. تعال بقى اقول لك ايه فرص الاهلي في الصعود، وانا كنت اتمنى مين يكسب النهارده بعد تعادل بالميراس وبورتو. فانا بصراحة كنت اتمنى ان بورتو تكسب، لان بورتو انا متاكد انها هتنزل تاكل انتر ميامي، هتنزل تاكل انتر ميامي علقه بنت لذينه. ف يعني كنت حابب ان بورتو يجي لنا سايب ايده وسايب الدراع ومرخي نفسه خالص عشان الماتش يكون اسهل. يعني بورتو لو وهي داخله ماتشك وهي كسبانه بالميراس وكسبانه انتر ميامي، فهي خلاص هي ضامنه التاهل، فهتلعبك وهي زي بالظبط ما فرنسا لعبت المغرب وفرنسا كانت سايبه الدراع من الاخر. ف سوري، فرنسا وتونس. فدلوقتي بقى نرجع نتكلم عن ايه فرص الاهلي في الصعود. فرص الاهلي في الصعود لو بورتو بعد ما خلاص اتعادلوا مع بالميراس، بورتو لو كسبت انتر ميامي الماتش الجاي، فاحنا لازم نتعادل مع بورتو، وبورتو ساعتها هتكون معاها 5 نقط. تمام. واحنا لو اتعادلنا معاهم وبالتعادل مع انتر ميامي فاحنا نقطتين. لازم نكسب الماتش الجاي بالميراس باي طريقه، ان شاء الله 1-0. لازم نكسب بالميراس الماتش الجاي عشان نقدر نتأهل. ما كسبناش بالميراس للأسف فرصنا في الصعود بتتصعب جدا، لان ماتش بورتو هيكون صعب، خصوصا الواد الفحل اللي قدام ده اللي مدحت شلبي عمال يقول ان هو شبه مصطفى محمد، وانا مش شايف اي صله بصراحه. فبورتو ما اعتقدش ان احنا هنسلك معاهم او نقدر انا حاسس ان احنا نقدر نسلك مع بالميراس، لان مش اول مره نلعب بالميراس. حاسس اللعيبه خدت على بالميراس وبتاع، والموضوع مش صعب. حتى لو هم فرقه دلوقتي احسن، بس مفيش الرهبه بتاعت اللعيبه. رهبه اللعيبه خلي بالك امبارح هي فعلا ان انت بس بتلعب ميسي، انما بجد انتر ميامي فهي بي الكره الامريكيه. اصلا الكره الامريكيه مش بيهتموا بيها، يعني مين اصلا بيتفرج على الكوره؟ انت لو اتفرجت اصلا على ماتش امبارح هتعرف ان امبارح ما كانش فيه موجود في الملعب غير ميسي. ميسي هو اللي بيحرك الناس، وهو يعني ماسكرانو ده اصلا ملوش اي 30 لازمه. ميسي هو اللي كان بيحرك الملعب ويقول للناس تتحرك ازاي. ميسي هو اللي براحته عارف يروح يمين يروح شمال. انا متاكد ان ميسي هو اللي بيعمل تغييرات اصلا. فاحنا فعلا محتاجين نكسب ماتش بالميراس. نكسب ماتش بالميراس ازاي؟ بان انا اشوف ثلاثي في نص الملعب. لازم اشوف ديانج في الملعب، اشوف معدل الجري اللي شفت فيه لعيبه بالميراس النهارده. انا لازم اشوف ديانج في الملعب عشان يجري ورا العيال بنفس الاسلوب.
مش عارف، حمدي فتحي كان غريب قوي امبارح. فبصراحة مش بفضل وجود حمدي فتحي. لو حمدي فتحي هيلعب يبقى حمدي فتحي وديانج يلعبوا، ومروان عطية وبن رمضان يقعد على الدكة. فشوف الثلاثي ده، حمدي فتحي وديانج ومروان عطية هما اللي في قلب الملعب. وقدام اتمنى يا ريبيرو تلعب باتنين وينجين قدام، عشان انت محتاج وينجين. يعني فكره ان انت تلعب لي بتريزيجيه ومعاه زيزو الاتنين يبقوا على نفس الخط، طب انا مش فاهم يعني. طب والناحيه التانية، طب ما انا فضلت طول الماتش بلعب على ناحيه واحده. طب انا ليه ما جربتش العب على الناحيه التانية؟ ما ممكن الناحيه التانية يكون كان فيها ثغره، بس انت ما جربتش. فاتمنى يكون في فكر عند ريبيرو اكتر. ريبيرو كان مذاكر انتر ميامي، وده كان واضح في الماتش. ان انت بتكتل، انت عارف من الاخر هم بيلعبوا على ميسي، فهتعمل ايه؟ هتعمل تكتلات ناحيه ميسي ان انت تقفل له الدنيا. قفل قصاد ميسي، انتر ميامي مش هيعرف يعمل حاجه. فياريت نفس المذاكره بتاعت انتر ميامي. انا عارف، بص، ليله الامتحان يكرم المرء او يهان. من الاخر انت لازم تذاكر عشان تنجح. فلازم تذاكر بالميروس، تذاكرها كويس جدا عشان نقدر نكسب بالميروس. وهاخد كركديه ونرجع مع بعضينا. بالميروس لو خسرت قصادنا، فهي لو حتى دخلت وكسبت انتر ميامي، فبالميراس هيبقى معاها 4 نقط بعد ما خسرت قصادنا. تمام. فاحنا لازم برضو ماتش بورتو ما نخسرش قصاد بورتو. لازم الماتشين الجايين ما نخسرهمش. ماتشين حياة او موت. ماتشين لازم ريبيرو يتقل خط دفاعه على قد ما يقدر. لازم 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 على قد ما نهتم طبعا ان احنا نركز على انهاء الفرص، ما نهملش او نكسل في الدفاع. ما شوفش اللي حصل في الشوط التاني والدربكه، وبرضو كان هتحصل برضو نفس كورة صن داونز من ياسر ابراهيم، وكان برضو لعبكه بنت لذينه. فاتمنى ده ما يحصلش تاني باذن الله باذن الله باذن الله. الصعود امره مش صعب. انت في مجموعة يعني فيها بالميراس وبورتو وانتر ميامي، ما بالك بقى لو انت في مجموعة زي بتاعة العين والوداد، مجموعة فيها مانشستر سيتي ويوفنتوس. فمعلش معلش معلش، انت لازم من المجموعة اللي انا شايفها قدامي دي انت لازم تصعد عشان ما تحركش نفسك. ليه؟ عشان انت عامل الانتدابات دي كلها تمام بغرض ان انت خلاص عامل جالاكتيكوس، مش بغرض بس ان انت تعمل بطولة مشرفة. لا، انا عايز اشوف مرة الاهلي افتخر كده، مش بس بتشريفه في البطولة. لا، انا عايز افتخر باداء في البطولة ونتائج في البطولة. افتخر ان انا وصلت لحتة بعيدة. افتخر زي ما افتخرت بالمغرب قبل كده، افتخر بالنادي الاهلي. ده باذن الله هنشوفه في حتة بعيدة. ولا عزاء لاي حد حاقد. والف سلامه لامام عاشور. عرفت ان الاصابه دي غيابها شهرين. احنا يعني هكررها تاني زي ما قلتها امبارح، انا من غيرك يا امام بتوه توهان. فامام عاشور في الملعب طبعا اتقل من اي حد في الاهلي. اي حد انت جبته السنه دي ففعلا امام عاشور اتقل منه. ايا كانت قيمته التسويقيه او احسن جناح في الدوري المصري جالك والكلام ده كله. وبمناسبه احسن جناح في الدوري المصري، فاستنى يوم الاربع حاجه حلوه باذن الله. اخر حاجه، ان شاء الله الاهلي هيكسب بالميراس، وهنطلع من هنا برضو نحلل مع بعض ماتش بالميراس وهنكون فرحانين. وباذن الله اننا نكسب. الموضوع مش صعب، كل الفكره مذاكره. احنا معانا سكواد يقدر يعمل اي حاجه. فاتمنى نكسب بالميراس. واخر حاجه وليس اخرا، يا رب تخشوا الجنه. سلام.